تفضل يا فندم. ربي عليك. عليكم السلام يا مرحبا. اخبارك؟ والله الحمد لله، اخبارك؟ والله بخير الحمد لله. كيف الدنيا، كيف امورك؟ طيب. والله الحمد لله تمام. ها قول قول يا ابن عمي. ايش اقول وابن عمي بعدهم. حرام. انا مسحت القضيه الان، بطارط افراد القضيه لا ما يرجعوا لحد ما كانوا من قبل. اقول كلهم قسم بالله ما في واحد لا 1% رجال، ولا كلهم يطلعوا يسبوا على طول. يا يطلع اخي لا عندك يقول لك تعمم، انا انا ما بدوك، لا تعمم بدون تعميم. بدون تعميم، بس اقول لك هذا الذي يطلع ويقول لك انا ما بكلم الا رجال. طيب وليش طلعت؟ نسمع ابو عدي اخبارك يا الغالي. حيا الله ابو الحارث، السلام عليكم ورحمه الله وعليكم وبركاته. السلام ورحمه الله. رحب يا الغالي، اخبارك طيب؟ الله يطول عمرك. وينك مغيب يا ابو الحارث؟ ترى انت لما والله سكرت 20 يوم، قلت عسى افراد القضيه ابو ريال ونص يترجلوا ويتعلموا من ابو الحارث الرجاله، لكن للاسف حصلتهم في البثوث يتقهوا على حساب اعراضهم وعلى حساب اعراضنا وعلى التاريخ اليمني وعلى الاصاله اليمنيه وعلى النسب اليمني. قلنا لازم نرجع. لا ما يعقلوا. الله المستعان. يعني هي يعني مساله ان شاء الله وقت ولعلهم بيتعلموا، لكن انا يعني ودي اقول اسمع، انه عندنا مثل يقول علم لك الصعبي بعد الثمن، مدري بعد الربع، مدري بعد تخيل شيبه قد بيشفط السماعه شخص قد يتكلم عارف عليك دعباجي احد دعباجي يا اخي قد باقي له 5 سنين وطفح الله جالس حالف له بالدعباجي. يا ابو الحارث. للاسف الشديد الاخوه، بعض الاخوه في المحافظات الجنوبيه والشرقيه من الوطن ورثوا ثقافه خاطئه وموروث للاسف الشديد سيء جدا بالعنصريه. لكن للامانه انا ودي يا اخي اتعلم منك الهدوء وعدم الانفعال، لانه كل كميه السب والاسقاطات هذا وانت تضحك. يعني انا قبل شويه والله العظيم انا كنت طلبت قسط من حسابي الاخر اللي يذكر بالقران، وحبيت ان الحساب هذا. ودي يعني للامانه بجد شهاده الله اني ضحكت اليوم اكثر مما ضحك سالم المهري. ف اتمنى من الاخوه اللي يطلعوا للقسطات من ابناء المحافظات الجنوبيه والذين يختلفون معنا ومع ابو الحارث في الراي، ناقش انتقد، لكن اترك السب. لانه دحين انا مثلا اعتبرني مواطن جنوبي، لما اشوف شخص يعني يطلع بهذه الاخلاق ويمثل مثلا المجلس الانتقالي، لانك يعني تتسوق المجلس الانتقالي، طوالي اقول بفكري بالله هؤلاء هل سيبنوا دوله وهم بهذه الاخلاق وسوء الاخلاق؟ مستحيل. لا مستحيل اقبل بك وانت بهذه الاخلاق. بالتالي انا اطلب انه ما بيش داعي للسب يا اخوان. اطلع انتقد ابو الحارث. صوره عيدروس ما عجبتك، معلش انتقد ابو الحارث وطلع صوره شخص اخر جنب صوره ابو الحارث من السياسيين اليمنيين، واحنا ندخل معك في القص وننتهي. بالمختصر المفيد، عيدروس موظف لدى الحكومة اليمنية، وأنا كمواطن جمهوري بالبلد نظامها جمهوري دستوري، من حقي أن أسائل هذا الشخص ومن حقي أن أنتقده، من حقي أن أعريه أمام الجميع. ليش؟ لأنه هذا حق مكفول لي عبر الدستور والقانون. هذا اللي أنا حبيت أن أشارك فيه أبو الحارث، والله يعطيك العافية والمايك عندك. يا سلام. اولا الصبر يا ابو عدي. احنا كرجال كاحفاد ملوك ما نغار من كلام المكالف، وانت تعرف هذا الشيء. عندنا في القبائل العربيه الاصيله المكلف لها احترامها، عرفت، ولها قدرها مهما كانت مخطيه. الرجل لا ينزل لها مستواها، عرفت. فانا من هذا الجانب التمس عذر انه مكلف. اي شخص سباب اعتبره مكلف، لانه الرجال كلام الرجال في كلام رجال اقسم بالله ان اثره اقوى من الرصاص، كلام بدون سب. لكن للاسف هذا اللي في ابو ريال ونص ما هم حافظين للطريقه، ولا في كلمات قويه جدا اقوى من السب، اقوى من الغلط، في كلمات قويه جدا، عرفت. كلام الرجال للرجال قوي، لكن كلام مكلف ويتكلم مع رجال عادي لا تعفره، عادي يا صعب اقول لك فوق نزله عمر طيبه.
طال عمر. طيب يا ابو عدي، لا كنت تاخذ نظره منهم ولا ذي؟ أنا يا ابو الحارث، انا اللي اقصده انه اصلا هي انا مش زعلان عليك لانه هو ما راح يصلك شيء. السلام عليكم. السلام عليكم. انا زعلان، عليكم السلام. دقيقه باللودر انا بختم. انا زعلان على اللي لانه يقلل من قيمته، من قيمه اخلاقه ومن تربيته. هذا اللي طلع قبل شويه في الفيديو يا اخي والله. ابو عدي وربي لو ادي لك الان التقرير لا تنصدم. الثقافه المجتمعيه لدى الجهه هذا. تفضل يا باللودر، ما ودي انثرها، خليه لها وقتين. ولا في عندي ملف اقوى ملف عندي اعتبره في البرنامج، وهو قضيه بنت الشيخ. ومعارفين قضيه بنت الشيخ. علي الحرام لا افتحها كذا من اول حرف لاخر حرف، واخلي يكون يمشيهم دني رازه وسط رجله زي النعامه. لكن لا، احنا ما نقرب العرض. عيب العرض واحد وشرف واحد. حرام اني رافعه للعلم يا ابو عدي. اشهد لله اني فاشخه للعلم هكذا. اوه فيها وطنيه. اشهد لنا نعتبرها مطروحه. الله المستعان. تفضل. عليكم السلام يا بلودر. تفضل والمعذره منك. حياك الله. الله يسعدك. اخباركم طيبين؟ والله الحمد لله. اول حاجه يعني ردي على ابو عدي. تمام. تفضل. ردي على ابو عدي. يعني لابد ان هذه الصوره، هذه اول حاجه تعتبر من الشماته. والله تعالى يقول الذين امنوا لا يسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم. يا سلام، صدق الله العظيم. نعم، هذه اول حاجه. هذه الصوره من سخريه. وانت يا ابو الشيخ فتحت لنفسك مجال انك يعني تسب هذا وتشتم هذا، وهذا لا ينبغي صراحة. وإن كان أبو عدي يعني إنسان يعرف القرآن والسنة، المفروض أنه ينصحك على هذه الصورة التي يعني ليس لها شكل، ليس لها منطق. أي نعم. فالواحد لا النبي صلى الله عليه وسلم يقول أن الله لا يحب اللاعن الفاحش البذيء. تمام. يا سلام. اللهم صل وسلم عليه. صدق رسول الله. طيب يا ابو اللودر، هذه فتن. هذه طيب خلني عشان نمشي حبه. ايش سمعتها بالقضيه الذي يجي يقول لك انا عندي قضيه؟ ايش سمعتها فيها؟ القضيه اخواني الامور عامه ايش بيدنا. جاوبني. ايوه ولا لا؟ ايش تابعت افراد القضيه ابو ريال ونص ايش بيسووا في البثوث حقهم في التواصل؟ ايش تابعتهم؟ مهما كل واحد الاصابع ما تستوي. الاصابع انت تذم الاصابع ما تستوي الاصابع. هيا كان انباع. روح انصحهم جزاك الله خير، وقدم لهم نصيحه، وقول لهم عرض الشمالي عرضنا، وعروبته عروبتنا، ونسبه نسبنا. اما انك جيت تنصحني انا وانا خريج جامعه دمار، عارف الصح من الغلط، واذا اخطيت انا بعدل نفسي بعد شويه. جيت تنصحني يا عم قحص يدك يا ابو حارث. يا اخي انا ما عجبونيش المطاوعه هؤلاء اللي بيجوا عندي. وفي الجانب الاخر يتسمع سكته ويسجل كفو القضيه تقدمها، الجنوب قادم بقوه. انا ارصع واطلع وانزل. يا ابو مسكني يا ابو عداي، مسكني لنبع فوق المزراب. والله لا اديك كلمه ما يقوم الغبار. خلينا على النبي ابو الحارث. الاخ ابن اللودر انا والاحاديث وقال الله وقال الرسول. يا اخي الغالي انا فدال ابوك. يا اخي الغالي، افراد القضيه ابو ريال ونص الذي انا فاتح بث على شانهم، ولا ما انا حول البرنامج. انا اكبر من البرنامج، ما انا حوله ليل ونهار. الدحباشي غرفه نومه محتله. الدحباشي رعاه المشرف داخل غرفه نومك. الدحباشي انت جدك من ايران، انت جدك فارسي، انت جدك تركي. الدحباشي سرقنا، الدحباشي نهب ثروتنا، الدحباشي سرقنا علمنا النصب، الدحباشي نهب الثروه، الدحباشي ما جدتي بالغيث جد هي من الحبشه وما في تاريخ ولا عروبه. انا يعني اسالك بالله، اقول استغفر الله. الجنوب قادم، الجنوب انا ارصع فوق. هو القضيه ابو ريال انا ونص، وله الشرف انه يكون تحت سنطلي، ولي الشرف ان انا اكون راسه على تحت السنطل، وله الشرف انه يناقش قضيته من تحت سنطلي. اما يقع رجال، لا ما يقع رجال. اما ابناء الجنوب، عشان ما حد يفهم كلامي غلط، ابناء الجنوب كافه تاج على الراس، ما عدا الفئه السبابه الذي اساءت لنا في تاريخنا وفي عروبتنا وفي نسبنا. هذا برصع والديه تحت السنطل، ولا حد يدافع عنهم.
واي واحد جنوبي ولا شمالي يدافع عنهم يعتبر موالي لهم. ايوه خلونا نربيهم، خلونا نأدبهم. بواحد عمره قد 70 سنه قد بيشفط السماعه شفط ما بيرجع له من نص حلقه بعض الاحيان، بيرقد في الباب. واخواننا الذين ما هم يمنيين من الدول العربيه يطعفروا اعراضنا طعفره، وهو جالس مستمتع يقول يا حبايبي، ويزيد ساعده، يزيد يقرب له القهوه. اسالك بالله اسكت؟